سلامات سرونجي تحياتي. استاذ خالد يا هلا مرحبا يا هلا مرحبا. بتواهیا سوری پکتانی جه کشتنه جه رواندنه جبن جه زندان کرنه جبن پیکرنا مافان ایرو سالک درباس دبه سر رو خاندنا و رژیمه سرکاروانین وان پکروانان برزانین امر لسر ما پیوستکو ام دقیقه بیدنگ راوستن لسر گیانین وان وهر كسكي سوري لأنه كسكي نماي جو أزيات وزحمتي وتندو تيجي وطنقافيش دس في رجيمي ودس دام ودس قهي ويني أمني ونجاة برستي نديتي بتايبات ملاتي كرد طنقافي كي زور تحمي واري جاني دواري سياسي وفكري ونتوي واجتماعي وجفاكي ودهر جواره كده طنقافي قوتشان أو پروژه نیاسا یه بیلا یه نجات پرستی بشوازه که دلرق دلکین درباری ملت ما بکارتانین سروه که اما وی 55 سال ستمکاری تنگاوی و زحمتی هر مالکی نبوه جی ازیاد جی ندیتیه اف وکو ملت کرد وکو ملت سوری بگشتی ایرو کسا که سوریا نکار بیجه اف بلكي أفججنا هاي إيرو فجيناها جمتنا راي لأنه ملاتي سوري بحميدة نظام هر تشتي خدا نعادل بو إلا ظلمة خدا عادل بو درباري هر كسي دا عدالتك ظلمك دا بشكري بو الجم حمي بك هاتين سوريا بتوايا خوا بمزنطني أو بترين تنقافيد جدستي بهنك دلقرانيا ما جيها ما وكو كرد ما نقول يا أمي طول عمري خو معارض بن دي هجر حاجتها به هجر بشتفانيا ملاتي خوها ملاتي سوري هبه أمي بملاتي سوري ربن وأمي بآزادية ربن وأمي بديمقراطية ربن وأمي سوريا كفرة حزبي فرة نتو فرة أين ربن وأف خباتا مايا وأف ما دانيا سر شاني خوها قو أم في خباتي بردوام بكن مفسوزاج ملاتي خردانية قو حتى نخاسم حمي بكاتين سوري تبلي بكاتين كردي قو بقي ما في خوي روا وتابعت بندي خو ممارسة بكن تندري سوريا دا ما وقو تفقرا سياسي كردي وقو رحكي مسؤولية رحكي بربر سيارتي دست بيش خريا جناب سروكي هجا كاك مسعود برزاني باري كاريا كاك مظلوم عبدي ما كونفرنسا كي دار خست نرينا كاس هفباش وشاندا كهفباش شكر ما تشتكي ديروكيا تشتكي هجايا حميب برچين كردستان جي بلكي حسد ما جو كشاوا قريبا جميع بارتيين سياسي بهفدورة حمي كمالاتين جواكي وخورتا وجنا وحمي بياو معقول وجهاي اجتماعي بهفرا شخصات كاس قاعكي دا بهفرا پسند بكن نرينا كسياسي وباجتهاد خندن ادبجم ما خالك لي ذاكر العداله الانتقاليه جبرجو او جي باسبورا كي قانون يجمر لي ذاكر حتى انها او نير او دسبيش خريا هاتي كرن حرفك جي لي اضافه نبو لي زيد نبو جبرجو نرينا ك سردو بشاو نرينا يكجي نرينا ماج بشروجا سوريا بشواد بينن
عاد دوا كرد شنو حقوقي واشنو حقوقي كرداجي شواد بينن سيرفيكي شوازكي قالكي بروفيشنال شوازكي يعني بلقاكي كردي صدر صد نا أجندا حزبك يا نا أجندا هريمك يا نا أجندا آليك يا أجنداكي كردية أجندا ملتك يا قربانيش بينجو حفتا حتى نها خباتك بيرا وستاندن برمافو هبونا قلي خدا كريا جبرويكي أو خلاصوي نيريني دوي بلغنامي ده هاتي وان بيشاناز. المجلس الوطني الكردي، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والكردية، منظمات المجتمع المدني، الفعاليات المجتمعية، منظمات المرأة، اتحادات الكتاب. بيان المجلس الوطني الكردي بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد. في 8 من كانون الأول تمر الذكرى السنوية الأولى لهروب رأس النظام الدكتاتوري بشار الأسد وانهيار منظومته الأمنية الاستبدادية التي مارست الفساد والإفساد عقودا من الزمن، وأذاقت السوريين صنوف العذاب، وقتلت وشردت ودمرت طيلة 14 عاما من الثورة السورية، واستهدف الوجود القومي للشعب الكردي بتطبيقه العديد من المشاريع العنصرية المقيتة ضده، ليصبح هذا اليوم الحدث التاريخي الأبرز على مستوى العالم، ويكون بداية مرحلة جديدة لإنهاء معاناة الشعب السوري. هذا اليوم الذي جاء نتيجة لتضحيات السوريين رجالا ونساء، عربا وكردا وسريان أشوريين وتركمانا، مسلمين ومسيحيين ويزيديين، الذين قدموا جميعا الغالي والنفيس من أجل حريتهم وكرامتهم. إن المجلس الوطني الكردي وفي هذه المناسبة التاريخية يؤكد أن فرحة السوريين بهذا اليوم لن تكتمل بزوال سلطة الاستبداد وانهيار النظام، بل تتم بتجسيد تطلعاتهم في بناء دولة عادلة تصون حرية جميع المواطنين وكرامتهم، وتضمن مشاركة فاعلة لهم في بناء سوريا الجديدة، وتؤمن لهم الأمن والأمان وتوفير سبل العيش الكريم. ولكي تصبح هذه التطلعات واقعا ملموسا يعيشه السوريون في وطنهم، فإن المجلس يدعو الإدارة الانتقالية إلى تبني نهج الانفتاح والحوار الجاد مع كافة المكونات القومية والسياسية والمجتمعية، وإشراكها في إقرار بناء الدولة المنشودة. وفي هذا الإطار يرى المجلس أن التغافل عن تناول القضية الكردية يضر بمسيرة البناء والاستقرار وحل باقي القضايا والمشاكل التي ينتظرها السوريون، وعليه فإنه يدعوها أيضا إلى إفساح المجال وبناء الحوار المباشر مع الوفد الكردي المشترك الذي يعتمد رؤية كردية حول مستقبل البلاد وحل القضية الكردية، للتحاور معه وصولا إلى ما يضمن ذلك في الدستور الجديد للبلاد. ومع فرحة السوريين بهذا اليوم لا بد من الإشارة إلى أن ما شهدوه وما تابعه العالم مؤخرا في بعض المظاهرات الاحتفالية بهذه المناسبة التي دعا إليها الرئيس الشرع من سلوكيات وتبن لخطابات الكراهية ضد المكونات السورية والتوصيفات المسيئة لهم لا يمكن اعتبارها ظاهرة عرضية مدانة فحسب، بل جاءت امتدادا لما زرعه النظام البائد من فتنة وفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وأن استمرار هذا السلوك وهذا الخطاب يهدد السلم الأهلي ويقوض أسس الدولة المنشودة التي دفع السوريون أثمانا باهظة لتحقيقها، وتقع على عاتق الحكومة محاسبة المسيئين والمحرضين على الكراهية أيا كانوا، وضرورة أن تترجم ذلك بالأفعال حماية لحقوق المكونات جميع المكونات وصونا للنسيج الوطني. ويأتي الرد الأمثل على هذه الممارسات التمييزية بتعزيز وثقافة العيش المشترك وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية دستوريا لكل المكونات دون استثناء. إن سوريا الجديدة التي ينشدها السوريون وضحوا من أجلها هي سوريا الحرية والكرامة والعيش المشترك، سوريا ديمقراطية لا مركزية بهويتها المتعددة القوميات
والثقافات والأديان، والتي تبنى وتصان بإرادة وشراكة أبنائها جميعا. الرحمة لشهداء سوريا، والحرية لمعتقليها، والعودة الكريمة لمهجريها. الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي قامشلو 7 كانون الأول ديسمبر 2025. وشكرا لإصغائكم.